جمهور العدل الأصيل الغالي، ألف شكر، وربنا ما يحرمنيش منكم على وقفتكم معايا ومساندتكم. وقريت وسمعت قد ايه دافعتوا عني وقد ايه غلطتوا الولد الصغير، ولكن الفيديو ده برضو انا عامله علشان اعترف بخطئي واعتذر لاهل الولد الصغير ان انا ايدي اتمدت عليه وانا عارف انه عيل صغير. لان هو لما غلط في الاول قلعته الكاب وبصيت في وشه لقيته عيل صغير، قلت له اسمك ايه يا حبيبي؟ قال لي اسمي كذا، وسبته ومشيت وهو اعترف بده. لما رجع غلط تاني لفيت قلت له هات التليفون، خبى التليفون، ما تملكتش نفسي وضربته قلم بسيط. القلم البسيط ده طير له الكاب من على راسه والنضاره اللي كان لابسها. ولو هنعتبر الناموسه اللي وقفت على خدي قلم، فانا استاهل من الناموسه دي 5، علشان انا مديت ايدي على عيل صغير، ودي لا رجوله ولا بطوله، ولكن انا ما تملكتش نفسي، وهي دي الغلطه اللي انا طالع اعتذر عنها. لما خدت تليفونه ومسحت الفيديو حد قال لي اكسر له التليفون عشان ما يعملش كده تاني. قلت له طب هو غلط، ابوه وامه ذنبهم ايه يغرموا تمن تليفون تاني؟ خاصة لما عرفت ان هو من قرية تانية اسمها اللوتس وجاي يتفسح في مراسي. قلت لهم روحوه، الامن قال لي هنعمل له محضر عشان اصلا دخل وهو مش قلت له لا، يروح بعد اذنكم.